السلام عليكم. عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفة سهلة وبسيطة. اولا نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وصفة النهارده وصفة سهلة وبسيطة وجاية من الصعيد الجواني، بس احنا عاملينها مودرن شوية. تعالوا نشوف القراقيش او المنين او الفطير على حسب ما انتوا بتسموه، كل بلد بتسميه بتسمية شكل. في منه المحشي وفي منه الصوابع وفي منه المدور. هنا هنعمل سادة، وانا هقولك لو حبيتي تحشيه هتحشيه ازاي. بيتحشي ملبن او بيتحشي عجوة على حسب الحشو اللي انت عايزاه، وهقولك على التكات البسيطة اللي ممكن توقعك في غلطات. في تكات له بسيطة بتفرق عن القرص، بيفرق عن الكحك، كل حاجة وليها حاجة. المقادير دي تكات وحاجات بسيطة، بس اي ست بيت او اي حد عايز يعملها هيعملها بمنتهى البساطة. يلا بينا نشوف المقادير. واحنا بنشوف المقادير ما تنسنيش في لايك وشير وللاصحابك، وشكرا على كل واحد بيخش يعمل لايك او يعلق لي. معانا هنا نص كيلو من الدقيق وربع كوب من السمسم، يعادل 3 معالق سمسم كبار. ومعانا كمان معلقه كبيره من تحويجة الكحك، تحويجة الكحك العاديه خالص بتاعه العيد. تمام، بتجيبيها من اي عطار او من اي واحد مستلزمات الحلويات. معانا كمان نص معلقه من البيكنج باودر زي ما انت شفتي، نص ممسوح صغنن. ومعانا معلقتين هنا سكر على الدقيق، وهنا معلقه صغيره سكر على كوبايه لبن. تمام، وهنحط عليهم معلقتين خميره صغيرين. حلو كده كده مكوناتنا. ما عادش الا مكون واحد بس، هنحط ادي معلقه وادي معلقه كمان. هقلبهم وهسيبهم على جنب عقبال مقلب كل الدقيق ده مع الخليط اللي باقي. هحطه كده على جنب، هركنه على جنب، وهجيب الدقيق بتاعي. هعمل ايه معايا هنا؟ كوبايه سمنه على زيت، وممكن زيت بس وممكن سمنه بس الزيت بيديها هشاشه شويه وشويه قرمشه، لان ده الاختلاف عن الكحك او القرص او اي نوع تاني، ده اللي بيفرق عنها. هنا ابتديت افرك اهو، خليت كل الدقيق يشرب كل الزيت وكل السمنه اللي فيها. يا ريت تكون لها ريحه مميزه. كل لما تكون السمنه ليها ريحه حلوه هتطلع معاكي الحاجه ريحتها حلوه جدا. تمام، وممكن زبده مفيش مشكله، اي نوع دهنه عندك اشتغل بيه، اي ماده دهنيه. هبتدي كده، ما تعمليش زي هنا انا عجنت كتير، ما تعجنيش زي خالص، يا دوبك خلي المكونات تخش مع بعضها بس مش اكتر، ما تعجنيش. انا هقدر اتصرف. هحاول اوطي الفرن شويه عشان لو وقعت في الغلطه دي وعجنت كتير، او يعني عقبال ما عجنتي اخد وقت منك عقبال ما تدخلي المكونات في بعضها. هقولك تعملي ايه اما نيجي ندخلها الفرن. هدي عليها الفرن خالص عشان تقرمش. طول ما انت مهديه على الفرن هتقرمش معاكي، واحنا عايزينها مقرمشه، احنا مش عايزينها طريه، ولا طريه قوي ولا مقرمشه قوي، بتبقى وسط كده، عامله زي الملفيه، بتبقى جميله جدا جدا جدا. ابتديت انا هنا ادخل كل المكونات في بعضها وابتدي اختبر العجينه بتاعتي. انا هنا كنت حاطه يعني ايه زياده بتاع نص كوبايه دقيق كمان، عشان كان كل الدقيق اللي عندي قلت هعمله مره واحده. ابتديت كده اجربه، هلم كده العجينه في ايديا وابتديت اختبرها. بصي يعني مش حاجات بسيطه، لسه عايزه حوالي معلقه ميه واحده، معلقه واحده بالظبط. بصي انا حطيت، لميت بمعلقه الميه الواحده، وهبتدي اشكل في الصاج بتاعي. وطبعا وانا بعمل الكرة كده هحط جواها الملبن وهبطط كده، هتبقى معايا كأنها معمولة بالملبن او بالعجوة زي ما انتوا عايزين. حلو الكلام، كلام جميل. ما تنسوش تكايه صغيره وانت بتحمري دي وشها ما بيتحمرش، اول ما قريتها تتحمر يبقى هي كده تمام اتحمرت. العجينه بتاعتي ولا هرققها ولا هتخنها، تبقى في الوسط كده، وتبقى يعني معقوله حوالي 1 سنتي بالظبط. حلو الكلام. يا ريت كل تكايه من دي تاخدي بالك منها، علشان خاطر السوا ده حاجه مهمه جدا. يبقى الفرن هادي عشان تطلع معاكي ممتازه. يلا بقى حضري كوبايه الشاي باللبن بتاعتك وقومي اعمليهم، وقوليلي يعني اخبارهم ايه. وما تنسينيش في التعليق، عشان والله انا بتبسط جدا لما بتقولي تعليق، وكل فيديو بقول لكم كده وهفضل اقول لكم كده. وشكرا لكل واحد عمل لي تعليق ايجابي او سلبي، انا ما عنديش مشكله. هنا بتشكليه زي ما انت عايزه، بتشكليه بالسكينه، بتشكليه بالشوكه، باي تشكيل. انا عملت مدور كده زي ما انت شفتي، وعادي يعني سمكه زي ما انا وريتهولك كده، مش عالي خالص. هنا هبتدي اجيب مستطيل كده وهبتدي ابططه بالسمك اللي انا هوريهولك برضو دلوقتي. برضو السمك قد ايه
بتاع 1.5 سنتي، مش عالي ولا رقيق. لو رقي قوي احنا ايه مش هينفع نتعامل معاه وهينشف منك قوي او ممكن يتحرق كمان. فهنا السمك بتاعه جميل جدا جدا عاجبني. هبتدي اقطع كده، قطعت بالور وبقطعت صوابع. انا حسيت هنا الصوابع دي كبيره شويه، هبتدي اقصرها تمام، وهاخد صابع صابع وهحطه. بصوا يا جماعه لما نيجي نحطه ما ينفعش نحط صوابع مع المدور عشان ده ليه سوا وده ليه سوا. هبتدي كده، وبعدين يا جماعه ايه هبتدي اسيب فرق بسيط كده بينهم علشان هي هتخمر تاني. احنا ما خمرناش اولاني، لاحظوا كده ريحنا 10 دقايق بس، وهنرجع نحطها في الصاج كده زي ما انتم شايفين. هتضاعف حجمها ما شاء الله، وهدخلها على درجة حرارة 150 درجة زي البسكويت كده بالظبط، وهدخلها وتعالي نشوف هتطلع عاملة ازاي. طبعا مش هدخلها الفرن تاني، معلومة مش هدخلها الفرن الا لما يكون الضعف حجمها، وهتكون مسخنة الفرن. طلعت اهي ما شاء الله جميلة جدا. ده كان اوردر مطلوب، وهتشوفوا دلوقتي وانا بعبيه وبخلصه لاصحابه. بسم الله ما شاء الله بجد. يعني الوصفة دي انا بحبها ومن عشاقها في الشتاء قوي. كلنا بنحبها وبنعملها على طول علشان هي وصفة سهلة وبسيطة، وممكن تتعشي او تفطري او نقنق اللي عايزينه اعملوه طبعا. بس بجد بجد يعني وصفة سهلة وبسيطة جدا زي ما عودتكم من عندي ان شاء الله السهل والبسيط. مفيش اسهل من كده. بصي دي لسه سخنة طبعا، فلسه طرية شوية، لسه سخنة. فاول ما هتبرد هتلاقيها حجمها اتضاعف. عبيتهم اهوت وبسم الله ما شاء الله عليهم. يا رب اكون عجبتكم، يا رب اكون عند حسن ظنكم. اترككم في رعاية الله وامنه، وصلوا دايما على النبي وزيدوا النبي صلى، وربنا يبارك بيوتكم يا رب بالصلاة على النبي وبركة الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.